صدق أو لا تصدق، في واحد فوقير في اسكندرية عنده محل ألبان. جاله واحد الساعة 2 بالليل وهو بيقفل الدكان بيقول له يا عم أنا جعان والنبي اديني حاجة كلها. قال له يا عم روح الله يسهل لك وزقه. يا عم اديني حاجة كلها أنا جعان. قال له يا عم غور بقى دلوقتي أنا عاوز أقفل عاوز أروح الوقت متأخر. وزقه تاني. قفل الدكان. جاي بص الراجل اللي زقه ده اختفى ملوش أي أثر خالص. وصل البيت. اول ما وصل البيت لقى البيت بتاعه بيولع. قال له الحقوني الحقوني يا ناس الحقوني يا هو. الناس اتلموا. قال له يا راجل يا مجنون احنا شفناك من شويه ماسك جاز عمال تولع في البيت بتاعك. لا اله الا الله انت اتجننت يا راجل. قال له والله العظيم يا جماعه ما عملت حاجه انا لسه قافل الدكان وجاي دلوقتي. رجع تاني على المحل مفيش حد مصدقه. رجع المحل. اول ما وصل المحل تاني شاف المحل بتاعه بيولع. الناس قالوا يا راجل يا مجنون احنا شفناك قبل ما تقفل بترش جاز جوه المحل وبنزين عمال تولع فيه وعمال تمنعك تقول ده مال حرام ده مال حرام. قال له والله العظيم ما عملت حاجة. قال لهم لا اله الا الله. الراجل اتجن. الراجل ما ولعش في املاكه ولا ولع في البيت فعلا ولا ولع في اي حاجة. دلوقتي بعد ما كان عنده دكان ملك وبيت ملك بقى قاعد في الشارع بيشحت. مفيش حد مصدقه لحد دلوقتي ان هو ما ولعش في اي حاجة. لما يجيلك حد يطلب حاجة لله اما تمشيه بالراحة اما تديله. يا عم الارزاق على الله. تمام. احبك في الله. سلام.